ام سمسم اللي هي بتاعه الافران. زي ما اتعودتوا معايا ان انا بعمل مقادير قليله وبتديني كميه كبيره، فان شاء الله خليكم معايا في الخطوات اللي هنبداها مع بعض وتشوفوا بقى الكميه هتبقى قد ايه. بس قبل ما نبدا وصفتنا بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اقول بسم الله الرحمن الرحيم كده وعلى بركه الله. معانا كوبايتين دي كبار، نص كوبايه ميه دافيه، فانيليا، 4 معالق سمنه. بص انا حاطه لكم المعالق ازاي مفرطه. هنا 4 معالق سكر، خميره، بيضه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده وننزل بالميه، مش كلها طبعا عشان انتوا عارفين ان الدقيق ممكن ما ياخدهاش كلها. وننزل بالخميره والسكر، سهله جدا. والبضايه، واقلب ادوب. هنزل بالسمنه بتاعتي، يعني عجينه سهله جدا جدا. وننزل بالفانيليا، واقلب تقليبه كده وانزل بقى بالدقيق على طول. دوبتهم اهم مع بعض. هنزل بقى بالدقيق، عليه ملح ونعجن. القرص ام سمسم السهله جدا جدا، بتبقى طعمها حلو، ولادنا بيحبوه. بصوا لمت ازاي معايا. حسب الدقيق ممكن تاخدوا الدقيق ياخد شويه ميه كمان. هي العجينه هي اللي بتتكلم معاكي وانت بتعجني. بصوا ما شاء الله. هسيبها بقى ترتاح كده 10 دقايق ونرجع نشكلها مع بعض. نعمل بقى الحشوه بتاعتنا. هناخد 4 معالق دقيق اهو، و4 معالق سكر، اهو. وناخد معلقتين كبار زيت واقلب. كده الحشوه بتاعتي جاهزه اهي. تبقى بالمنظر ده. عايزين تحشوها بقى قرفه براحتكم، بس هي دي بتتعمل سكر كده من جوه، بتبقى مفرغه كده من جوه سكر. هنا تستريح ونبتدي نحشي العجينه بتاعتنا اهي. سيبناها ارتاحت شويه. ناخد بقى حته كده بالمنظر ده اهو. الحجم بقى اللي انتوا عاوزينه، عايزين كبير، عايزين صغير، عايزين زي ده كده، براحتكم انتوا. هي ايديكم بتبقى ميزان، بتشوفوا كده، بتقيموا كده الحتة وتشوفوا. قطعتهم اهم. هنفرد كده العجينة بتاعتنا حلو. بصوا
ونجيب الحشوة اللي احنا عملناها مع بعض اهي، واقفل عليها كده اهي، والفها كده واحطها عندي هنا في الصينية عشان اسيبها تخمر. اعمل واحدة تانية معاكم. اهو هقفلها، اقفلها حلو كده، واقفلها تاني بين ايدي كده بالمنظر ده، واحطها جنب اختها هنا عشان يخمروا شوية مع بعض. هخلص الكمية بقى كلها وارجع لكم. سبتها اهي خمرت اهي ما شاء الله. هركنها كده على جنب. انا محضرة هنا سمسم وشوية سكر. هاخد كده بصوا كده وافردها في العجينة كده بالمنظر ده. هنا اهي الصينية انا دهناها، احطها كده واسيبها تخمر بقى مرة كمان. هعمل واحدة كمان معاكم اهي. اهي احطها هنا كده. هخلص بقى الكمية كلها وارجع لكم ان شاء الله، واسيبها بقى تخمر، ولا قبل ما ادخلها الفرن اوريها لكم. بصوا بقى كده القرص بتاعتي خمرت اهي، وانا مشغله الفرن على 200. هدخلهم ان شاء الله، ولما تخرج هوريها لكم. القرص خرجت اهي بسم الله ما شاء الله، يعني عايزه اقول لكم طريه وتحفه جدا. بصوا الطراوه بتاعتها، بصوا مش مستحمله. بصوا من جوه الحشو فاضي ازاي، بس انا مش عارفه امسكها والله من السخونيه. بصوا عامله ازاي، حاجه كده والله العظيم وهم ما تفرقهاش عن الجاهزه. بصوا السكر مكرمل ازاي جوه. يا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوه وتقولوا لي على يعني تطبيقكم للقرص دي ايه نظامها، وايه عجبتكم ولا ما عجبتكوش. هستنى تعليقاتكم تحت الفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.